سجل فان دايك الهدف الثالث لليفربول، ويعود ليفربول ب3 نقاط من أرضه بعد سيناريو صعب تابعناه، وللمباراة الخامسة على التوالي ليفربول يتمكن من حسم الفوز بأهداف بعد الدقيقة 80. ممكن في تفسير لما يحدث مع ليفربول هذا الموسم؟ والأكيد بأنه ليس حظ، لأن هناك شخصية لدى الفريق، هناك قراءة مباراة لدى المدرب. في معظم الأوقات نرى البدلاء هم من يحسمون كما حدث مع ريو في مباراة نيوكاسل، ولكن في هذه المباراة تألق كبير لمحمد صلاح. يعني مهما أتحدث عنه دائما في كل موسم نشيد بالتطور الذي يكون عليه، بالخبرة، بالنضج. فأنا أعتقد بأن ليفربول كان سيهدي المباراة لأتلتيكو مدريد، كان بإمكانه حسم الأمور بوقت مبكر للغاية. أعتقد بأن في بعض الأوقات كان هناك تراخي نوعا ما، وهذا التراخي جعل أتلتيكو يعود. وأنا من وجهة نظري بأن هذا الهدف أعتقد بأنه كان يجب أن يحتسب تسلل، لأن جريزمان عاق الرؤية على أليسون. لكن بشكل عام ليفربول قدم مباراة ممتازة، كانت هناك الكثير من الفرص. ربما النقطة السلبية الوحيدة لدى ليفربول بأنه لا يلعب يعني كل المباراة بنفس المستوى، هناك فترات يهبط فيها، وأيضا عدم استغلال الفرص واللمسة الأخيرة دائما تكون نوعا ما متواضعة، لذلك يحتاج إلى التطور في هذا الجانب. ولكن بشكل عام رأيت أداء ممتاز، وربما أفضل مباريات ليفربول هذا الموسم. أتلتيكو مدريد يعاني هذا الموسم على مستوى الدوري، تأخر بهدفين بظرف 6 دقائق. المرة الأولى يحدث بتاريخ أتلتيكو مدريد أن يتأخر بهدفين بأول 6 دقائق من أي مباراة. حاول العودة بهذه المباراة لكن لم يتمكن من العودة. يورنتي كما تابعنا منذ قليل 7 أهداف بدوري الأبطال، 4 منها بمرمى ليفربول و4 منها في الأنفيلد كذلك. صحيح، لأن في المباراة بتاعت 2020 اللي بعديها كان في وباء كورونا، كان ايضا اتلتيكو مدريد اطاح بليفربول، وكان يورينتي احد نجوم اللقاء. ولكن هي معاناه بالنسبه للروكي بلانكوس سواء على مستوى الليغا او على مستوى الشامبيونز ليج، ولكن يحسب للفريق ان هو بعد التاخر بهدفين في ظرف 6 دقائق الكل توقع ان هيبقى فيه هيفي سكور، ولكن قدر الفريق ان هو يتماسك وقدر ان هو يعود. واتفق مع عبد العزيز في ان الهدف الاول كان يجب ان يحتسب تسلل، واتفق معاه اكثر في ان ارن سلوت ليفربول ليس محظوظا على الاطلاق. دي شخصيه، ده فريق واقف على ارض صلبه، ده تركيز، ده لياقه بدنيه عاليه ان انت تسجل في الاوقات الاخيره. ان كان وصف يقال على ارن سلوت فهو غير محظوظ. ليه؟ لانه فقد بطولتين السنه اللي فاتت ضربات ترجيح، واحنا بنقول على ضربات ترجيح ضربات الحظ الترجيحيه. خسر امام باريس سان جيرمان مودع تشامبيونز ليج في الانفيلد ضربات ترجيح، وخسر كوميونتي شيلد مباراه الدرع الخيريه امام كريستال بالاس بضربات الترجيح. فهو لو محظوظ كان فاز باللقاءين دول. ولكن انا اقول ان فريق ليفربول انا اعتقد ان هو فريق متكامل، عشان كده رشحته للمباراه النهائيه. واشوف ان ارن سلوت يقود الفريق بشكل مميز جدا. النهارده كان في 4 هولنديين اساسيين على ارضيه الملعب، فريمبونج بالاضافه الى فان دايك وخرافنبرغ وخاجبو. لاول مره ليفربول لا يشرك لاعب انجليزي على ارضيه الملعب. لو عملنا مقارنه بين الفريق او السكواد القوي بتاع يورجن كلوب السكواد الحالي، هنلاقي في 4 لاعبين ما زالوا مستمرين: أليسون بيكر، فان دايك، روبرتسون، ومحمد صلاح. تغيير في 7 مراكز. في 3 مراكز كانوا مميزين جدا مع يورجن كلوب: تريند الكسندر ارنولد بالاضافه الى روبرتو فيرمينيو وساديو ماني. ولكن في 4 مراكز مع ارن سلوت مميزين للغايه. خرافنبرغ في وجهه نظري افضل من جيمس ميلنر، نفس الشيء بالنسبه للسوبوزلاي افضل من كايتا، نفس الشيء بالنسبه لالكس ماكليستر افضل من جوردان فابينيو. فانا اشوف ان التشكيله اللي يعملها ارن سلوت مميزه، وان كان ليورجن كلوب افضليه فده يعتبر برضو تحسب لارن سلوت، لانه هيكون معاه فريق وانا اعتقد هينافس على كل البطولات. سنستمع الان مشاهدينا لحديث دييغو سيميوني بعد هذه الخساره التي خرج منها مطرودا بنهايه هذه المباراه. ماذا قال؟ ما هي الأحاسيس التي لديك وكيف رأيت الفريق؟ في الواقع مباراة رائعة جدا في ملعب جميل وجمهور لا يصدق، وفريق لديه الكثير من اللاعبين الرائعين كذلك، ونحن مع أسلحتنا حاولنا أن نذهب بالمباراة التي يمكن أن نلحق بها الضرر بالمنافس. شاهدنا ليفربول، ولكن أي مباراة تتوقع؟ ما المباراة التي تتوقعها؟ سيهاجمون،
سيضغطون. هو فريق شجاع، هو فريق في الموسم الماضي قدم أداء ممتازا كذلك في دوري الأبطال، وبالنسبة لنا لدينا أسلحتنا ولدينا رغبة كبيرة في أن نقدم مباراة كبيرة. تشكيلة أتلتيكو مدريد تشكيلة قوية جدا. كيف ستدخلون المباراة؟ يجب أن نلعب بالتأكيد المباراة ونستغل الفرص التي لدينا وأن نحاول أن نساعد الفريق، ونأمل في أن نقدم الخطة المطلوبة. خابي جالان كيف سيكون في المباراة؟ هو تدرب بالأمس بشكل جيد، وفي نهاية المطاف سيحاول بالتأكيد أن يقدم الأفضل، ولديه بعض الآلام، وفي نهاية المطاف سيشارك. السؤال الأخير، ليفربول. سمعنا إذن مشاهدينا للمدرب دييغو سيميوني بعد هذه الخسارة التي خرج منها مطرودا كما نتابع، وانتهت بفوز ليفربول ب3 أهداف مقابل هدفين في هذه المباراة التي كان اللاعب فان دايك هو رجل هذه المباراة فيها وأفضل لاعب فيها، ومن سجل الهدف الثالث لليفربول في الوقت بدل الضائع من هذه المباراة، وهذه القمة التي ممكن أن نسميها في ملعب أنفيلد التي خرج فيها ليفربول ب3 نقاط بافتتاح مشواره بهذه البطولة. أرقام فان دايك أفضل لاعب بهذه المباراة: عدد اللمسات 105، عدد التمريرات 97، تشتيت الكرة 8، عدد الكرات المسترجعة 3، الثنائيات الناجحة 7، والأهداف كان هدف قيم خلال هذه المباراة. إلى الصحافة، وماذا قالت بعد هذا الفوز اليوم لليفربول أمام أتلتيكو مدريد في أنفيلد بافتتاح مشواره في دوري الأبطال من ذا تيليغراف: فان دايك يشعل أنفيلد بهدف الفوز المتأخر. ومن حساب ليفربول عبر منصة أكس القائد مع صورة لفان دايك: البايس: هدف يورنتي لم يكن كافيا لتجنب السقوط في أنفيلد. وهدف فان دايك المتأخر يطيح بسيميوني. استمع لمدرب ليفربول أرني سلوت: مرة أخرى في اللحظات الأخيرة. أصبح هذا متوقعا اليوم. لو سألتني هذا بعد 6 دقائق سأقول لك بأنه لن يحدث اليوم، وأنها ستكون مباراة مختلفة عن غيرها، ولكنني ربما نحن يجب أن ندرك بأن أتلتيكو مدريد جيد جدا ويجب الهدف الثالث، ولم نفعل ذلك. وقبل الشوط سجلوا هدف تقليص الفارق، وكنا نحصل على فرص كافية لإضافة الهدف الثالث، ولكننا لم نسجل، وهم أبرزوا قوة ذهنية كبيرة وعادوا بتعادل بهدفين لهدفين. ولكن واجهوا فريق ليفربول أيضا لديه عقلية جيدة، وحتى اللحظة الأخيرة كنا نحاول، ظننا أن الوقت انتهى، ولكننا سجلنا بعد كرة ثابتة. عندما يحدث هذا لا بد أن الإحساس جيد. 4 انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز.